فالرجل حتى إن لم يكن يحب أبدا أن يقال فلان مدخلي أو فلان تبع حزب المداخلة. حذرني من المداخلة وأنا مش عارف يا أخي هذه نابتة سوء نبتت في زماننا، لم يكن له حزب أسسه، فناس كثيرون ظلموه بسبب من ساءت أخلاقهم ويطعنون في العلماء، فكل من كان ذلك يقولون عنه مدخلي. احنا سمعنا من فضيلتك منذ أيام أيوه أنك من باب الإنصاف يعني أيوه نسبت للمداخلة أنهم يضللون. صبرا اصبر يا حبيبي. اتفضل. أنا ذكرت المداخل. حذرني من المداخلة وأنا مش عارف يا أخي هذه نابتة سوء نبتت في زماننا. اصبر يا حبيبي، أنا أسألك سؤالا، أين هذه الدولة التي تقيم شريعة الله؟ عظم الله أجرنا وأجرك في فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق رحمة الله تعالى عليه، وكان من الدعاة إلى منهج السلف الصالح. الذي يظن أن عبد الرحمن عبد الخالق سلفي فهو مغفل. هل الإخوان من الفرقة النارية؟ ليسوا كذلك. من خالف منهج أهل السنة والجماعة فهو متوعد بالنار، وهو من الفرق المخالفة بأي اسم سمي من الإخوان أو من التبليغ أو من أي تسمى باسم. نعم. ليس صوابا أن يقال أن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. هناك من يمنع قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما رأيك في قراءة هذه الكتب؟ تقرأ ولكن فيها بعض اقرأ الكتب في بعض المسائل فيها خلل وتحتاج إلى ضبط، كقوله بعدم العذر بالجهل، وهذا لا نوافقه عليه. والإطلاقات لابد أن تضبط، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لابد أن تضبط وتبين وتشرح. هناك إجمالات، هناك أحاديث ضعيفة استدل بها أحيانا، كحديث دخل رجل النار في ذبابة ودخل الجنة رجل في ذبابة، الحديث. وعدم العذر بالجهل هو الجو السائد العام على كتبه. ثانيا، السمت العام للكتاب ولمؤلفه في هذا الباب، وإن كانت له أقوال أخر في مقامات أخر، هو عدم العذر بالجهل، يشير إلى ذلك، بل ويصرح به في عدد من المواطن في ثنايا هذا الكتاب، كتعليقه على حديث ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، كتعليقه على حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهنا عدة مواطن يصرح فيها بعدم العذر بالجهل، وهذا مأخذ في الحقيقة عليه شديد. هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعذر بالجهل في الشرك؟ يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته الدعوة فلا يعذر بالجهل، لأنه وصل إليه العلم فزال جهله. نعم. والحمد لله لم أشترك في جماعة من الجماعات طيلة حياتي، الحمد لله، بارك الله فيك، ولسنا من دعاة الأحزاب. أقول بصفة شخصية أنني والله سبحانه وتعالى أرى أن أقرب الأحزاب الموجودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المناداة بالشريعة حزب النور. لعل هذه القصة انتهت، قصة المداخلة وأم المداخلة، فالرجل لم يكن يدعو إلى هذا الاسم. حذرني من المداخلة وأنا مش عارف يا أخي هذه نابتة سوء نبتت في زماننا. ما هي البدع التي عندهم حتى تكون مدخلية جامية؟ ما هي البدع اللي عندهم؟ نحن عرفنا جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، القطبيين عندهم بدع وضلالات في الأصول والفروع، فنحن ننصحهم ونبين لهم الحق. بارك الله فيكم. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى يرجع إلى الصواب ويسلك طريق السلف، ومن خذله الله تبارك وتعالى وما أراد الله به خيرا فإنه لا يزداد إلا طغيان وظلما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشيخنا توجيهكم لمن يقولون يعني
أن التحذير يعني من جماعة الإخوان المسلمين يعني فتنة لا يجوز الخوض فيها. اتركوهم بس، استمروا واتركوهم. نستمر يا شيخ؟ اي نعم. بارك الله فيك. حياك الله. الله يحفظك.